من اكتر القرارات الصعبه اللي مريتي بيها انك تبيعي دهب. ايه اللي خلاكي تاخدي القرار ده؟ قله المعروض بالنسبه للشغل، وانا مش موظفه، ما عنديش راتب شهري في حاجة من اي جهه يعني. وكان لازم ما اتسولش او ما اطلبش. فعشان كده قلت خطوه جيده، ابيع شويه كراكيب الذهب اللي عندي دي كلها ونحطها وديعه، ويبقى فيها شبه راتب شهري اقدر امشي الحياه. ولما ده حصل يعني خدتي القرار بسهوله؟ انت عارفه دهب الست ده بيبقى حاجه غاليه قوي عندها. انا احتفظت بحاجه واحده بس من الذهب، بعت كل اللي كان جاي لي بقى هديه واللي انا كنت مشترياه وكده. احتفظت بحاجه واحده بس. كانت حاجه غاليه عليكي؟ يعني قلت يبقى في حاجه بقى يعني يبقى في حاجه. اتعرضتي للتعنيف الجسدي من احد ازواجك؟ للاسف. لا بصي بقى، مرحله وعدت ومش عايزه افتكرها ومش عايزه ارجع لها تاني ولا حتى اتكلم فيها. ده كان وقتها سبب الانفصال؟ ما ينفعش الراجل اللي يمد ايده على مراته ده بيهينها وبيهين كرامتها وبيهين العشره يعني صح. ما ينفعش طبعا. صح. في الوقت ده عملتي ايه؟ اول حاجه عملتيها ايه؟ انك خدتي على طول قرار الانفصال؟ بدون تردد؟ من غير اي تردد. قلت خلاص عشنا اتقطع لغايه هنا علشان ما يصحش. ما كانش في ثقه بينكم في المعاملات الماديه؟ فكل واحد بيضمن حقه بالورقه دي؟ مش فاكره حقيقي مش فاكره. مش هتقولي طبعا اسمه؟ ما يستاهلش. ما يستاهلش.